عارف ايه أصعب من الخناقة بين الزوجين؟ إنهم يسكتوا وكل واحد يبني سور بينه وبين التاني. كل علاقة زوجية لازم يجي فيها وقت يحصل فيه خصام، زعل أو حتى خلاف كبير، وده طبيعي لأننا بشر. بس الكارثة مش في الخلاف نفسه، الكارثة الحقيقية في ازاي بنتعامل معاه. المشكلة مش في الزعل، المشكلة في رد الفعل. أوقات كلمة بسيطة، أنا آسف، انتي غالية عندي، تطفي نار كانت ممكن تدمر كل حاجة. ضحكة طالعة من القلب تفتح باب مقفول بقاله كتير، ولمسة حنان ترد الروح لقلب مكسور. ربنا قال في كتابه الكريم: وعاشروهن بالمعروف. يعني المعاملة تكون بالحب والرفق والكلمة الطيبة. مش دايما اللي بيغلط هو اللي لازم يبدأ بالصلح، ساعات اللي بيحب أكتر هو اللي بيطبطب عشان يحافظ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. يعني الرجولة الحقيقية مش في الصوت العالي ولا العند، الرجولة في الرحمة، في الحضن وقت الزعل، في الصبر على التقصير. البيوت مش بتقف على الفلوس ولا الشكل، كل ده بيتغير، إنما اللي بيخلي البيت يثبت هو القلب اللي بيحب ويسامح، والعقل اللي بيفكر بهدوء مش بعصبية، والإيد اللي بتبني مش تهد، الست اللي بتسند جوزها وهو بيقع، والراجل اللي بيشوف في مراته أمان وسكن. هم دول اللي بيبنوا بيت مش بيتكسر بسهولة. ربنا قال: وجعل بينكم مودة ورحمة.